ورحمة الله. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم بيحصل في بعض الأسهم، اللي هو اسمه تجزئة الأسهم أو تقسيم الأسهم. إيه معنى كلمة تقسيم الأسهم وإيه التأثير اللي ممكن يحصل بعد كده على السهم لما يحصل له تجزئة؟ نفترض مثلا إن عندنا سهم سعره 100. هو السهم حاليا سعره 100، فهم بقى تيجي الشركة تقول لك لا، 100 دي كتيرة، أنا عايز أعمل تقسيم للأسهم أو تجزئة للأسهم. طيب ليه يا شركة أنت عايزة تعملي تجزئة للأسهم؟ تقول لك أصل 100 سعرها يعتبر غالي، وأنا كده عايز أخليه مثلا مخليه ب10. يعني هو بدل ما سعره 100 هخليه ب10. فكل واحد لو واحد معاه سهم واحد، بدل ما يبقى معاه سهم واحد ب100، لا أنا هديله 10 أسهم، وكل سهم هيكون ب10. يعني 10 في 10 ب100، هو نفس الرقم ونفس القيمة. يعني بدل ما هتبقى قيمة السهم عالية، لا أنا هخفض قيمة السهم واديك عدد أكتر من الأسهم. طيب ليه كده بتعملي كده؟ تقولك عشان احنا عايزين إتاحة عدد أكبر من المستثمرين، إن لما السعر بيبقى منخفض فده بيكون مغري أكتر للمساهمين إن هم يشتروا في سعر منخفض للسهم. طيب ماشي، هل معنى الكلام ده هل بيحصل فعلا لما يحصل تجزئة الأسهم؟ في الحقيقة إن هو مش بيحصل دايما إن بيبقى فيه إقبال من المساهمين إن هم يشتروا السهم، ولكن أحيانا دي بتبقى خدعة أو وسيلة من الشركات أو اللي معاهم الأسهم إن هم يبيعوا لك الأسهم بتاعتهم. ليه مثلا يبيعوها لك؟ إن مثلا السهم حاليا سعره ارتفع، فما فيش إقبال عليه، تمام، سعره عالي، فما فيش إقبال عليه إن حد يشتريه، فالشركة توهم الناس إن سعره انخفض. تقول لك خلاص هو بدل ما 100 أنا خلته لك ب10، فيلا بقى جدعا كده وتعال اشتري أسهم من عندنا، تعال استثمر في الشركة دي. فتلاقي مثلا هو سعره بدل 100 أصبح 10. يعني مثلا مثال، أنا أشرح لك عليه مثال الكلام ده. لو افترضنا مثلا إن محل بيبيع خضار. محل الخضار ده البياع بيبيع مثلا تفاح، فعندي كيلو التفاح ده ب100. فكنت الأول تروح له تقول له أنا عايز نص كيلو، عايز ربع كيلو، يقول لك يلا امشي من هنا، مفيش غير كيلو، أنا ما عنديش، مش ببيع غير بالكيلو بس. هو الكيلو ب100، معاك 100 خد لك كيلو، مش معاك خلاص ورينا عرض كتافك وامشي، ما عنديش تاني. تمام. فطبعا الناس خلاص ما بقتش تروح مثلا للراجل ده بتاع الخضار، كل الناس خلاص مشيت منه ومحدش بعد كده راح يشتري من عنده. فالراجل ده بعد كده ليه؟ ان مفيش حد راح يشتري من عنده، البضاعة اللي عنده هتبوظ ومفيش طلب عليها، محدش عايز يروح يشتري بالسعر اللي هو 100. فيجي يقول لك خلاص انا بدل 100 انا هروح ارخص لكم السعر، هخلي لك مثلا السعر بكام؟ ب10. بس بدل ما كنت هتاخد كيلو، لا انا هديك مثلا تفاحة واحدة او تفاحتين، هديك مثلا ربع كيلو، 8 كيلو، نص كيلو. فانت براحتك، شوف انت معاك 10، هات اديلك ب10، ما عايز ب20 اديلك ب20، عايز ب30 مفيش مشكلة انا اديلك ب30. فهو هيعمل كده؟ هيوهم الناس ان السعر بتاعه انخفض، هو بالعكس، هو السعر ما انخفضش ولا حاجة، السعر هو نفس السعر، بس انا بدل ما كنت هديلك كيلو، لا انا هديلك تفاحة واحدة او هديلك تفاحتين بس. فهو كده بتاع الخضار ده يعني يعتبر هيعرف يبيع خلاص، الدنيا الناس هتحس ان السعر رخص وهيعرفوا يشتروا، الفلوس اللي معاهم هيعرفوا يشتروا بيها. فهو كده هيقعد يبيع، هيبيع يعني كويس، هيعرف يصرف البضاعة اللي عنده. فهو ده بالظبط اللي هو تقسيم الأسهم. الشركة مثلا اتزنقت في الفلوس مش عارفة، أو أصحاب الشركة أو الميكر اللي معاه السهم يعتبر اتزنق في الفلوس مش عارف يبيع بالسعر ده، او ما فيش عنده اقبال على الشراء، فيروح يعمل لك حاجة اسمها تقسيم الاسهم، ان هو ينزل لك كمية اسهم كتيرة ولكن السعر بتاعها انخفض. يعني عندنا هنا مثال احنا جبناه مثال مباشر. عندنا في شركة مثلا عملت يوم 15 مارس، او يوم كام، 8، عملت يوم 8 نوفمبر 2022، عملت تجزئة للأسهم.
طيب هل هنشوف هل السهم بتاعها يعني ارتفع بعد التجزئة دي؟ هل فعلا كلام الشركة ان هو عشان تعمل تجذب مستثمرين وتخلي فيه سيولة في السهم وتخلي فيه ارتفاع في السهم ومصلحة المساهمين، زي ما اغلب الشركات بتصرح بالموضوع ده وتقول ان هو عشان تعمل جذب المستثمرين لما السعر يكون ارخص. يعني عندنا هنا يوم 8 نوفمبر تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 2 جنيه إلى 40 قرش. عملت تجزئة للأسهم، معرفش يعني كام كل سهم. المهم فلا عندك هنا مكتوب كان أول 50 مليون سهم خلتهم 250 مليون سهم. فنشوف كده زودت كام اللي هي عملت تجزئة للأسهم. هنشوف هنا هي عملت بالظبط يوم 8 نوفمبر 2022. فعندنا هنا تاريخ 8 نوفمبر اهو، شوف ده 4 ديسمبر 8 نوفمبر. السهم أول ما حصل له التجزئة شوف عمل ايه، أو حالك بالصعود، بدأ في الصعود اهو، كان حوالي بجنيه، عمل صعود. طبعا دي جيمة تتعمل أو لعبة أو تصريف، كل ده تصريف. مين اللي بعلك في الموضوع ده؟ اللي هم الميكرات أو هم أصحاب الشركة أو المتحكمين في الشركة، هم اللي باعوا في المناطق دي. شوف من نوفمبر 2022 أو حالك بالصعود، إن في صعود تقوم الناس كلها تجري تشتري تشتري تشتري، كل ده صعود. شوف الشمعة الطويلة دي، شوف السعر وصل لجنيه و40 قرش، 46 قرش. كل ده أصحاب الشركة أو الميكر أو الناس اللي معاهم السهم، اللي هم أصلا هم اللي عملوا التقسيم للأسهم. ليه؟ عشان هم مزنوقين في الأسهم، مزنوقين عايزين يبيعوا الأسهم، مش لاقيين حد مشتري. فهنا المشتري دخل اهو، الناس اللي اشترت، الناس اللي هي مش عارفة حكاية التقسيم أو مش عارفة ايه المغزى بتاع التقسيم، كل الناس دي اشترت اهو هنا. شوف بعد كده عمل ايه، السعر انخفض ازاي. شوف كل ده انخفاض، يعني الناس اللي اشترت من هنا من جنيه و40 قرش، السعر بعد كده وصل بيهم ل80 قرش. وحتى الآن صعود برضه، ده كل ده صعود تصريفي، كل ده تصريف. يطلع شوية يصرف على الناس، بعد كده ينزل تاني ينزل تاني، ولسه برضو الانخفاض مستمر. لأنه هو خلاص، هو الشركة أو الناس اللي معاها السهم باعت ليك الأسهم، ما كانتش عارفة تبيع بسعر معين، السعر وصل بيهم هنا، شوف مش عارفين يبيعوا مثلا، هنا هيخسروا. فلا أقول لك أنا أعمل تقسيم وأدي الناس الأسهم بسعر أرخص، لكن أزود عدد الأسهم. فهي التقسيم ما هو إلا بيديك نفس القيمة بس عدد أسهم أكتر. فأنت تشوف لو أنت سهم معاك هيعمل تقسيم، فأنت بتراقب حركة السهم، لو لقيت عندك ارتفاع مفاجئ كده في السهم، أحسن لك تخرج من السهم وتسيبه خالص لحد ما تشوف التقسيم والحاجات دي هترسى على ايه. يعني انت عندك السهم معاك، تستغل الارتفاع ده اللي حصل وما تخشش تشتري وتقول لا ده السهم مكمل، ده السهم هيطلع، ده بعد التقسيم السهم هيروح في حتة تانية. لا، الكلام ده كله غلط. التقسيم ده واللي حصل كله ده تصريف للكميات، تصريف للناس اللي معاها ملايين من الأسهم مزنوقين في البيع، فكل ده دخلوا باعوا على الناس. فأنت تستغل أي صعود بعد التقسيم وتاخد بعضك وتمشي وتسيب الشركة خالص لحد بعد كده ما تستقر وتشوف ايه الدنيا او ايه. وهي لو شركة كويسة عايز تشتري فيها تاني ماشي، عايز تسيبها وتشوف شركة تاني يبقى احسن برضو. طالما هي شركة بتلجأ للتقسيمات وزيادة رأس المال وكل شوية في الكلام ده، الأفضل يعني طبعا تسيبها بس. وشكرا جزيلا.